مرحبا. وصفتنا اليوم وصفة بامية ورز. يلا نبلش بالمقادير. بالبداية بنحتاج كيلو بندورة مقشرة، راح أفرمها بمحضرة الطعام. من بعد ما فرمتها راح صفيها بالمصفاية واستخدم بس مية البندورة. من بعد ما صفيتها كتير منيح، أنا بس راح أستخدم المي اللب راح كبه. لتقلية البامية راح أقليها باللية، وفيكن كمان تقلوها بالسمنة، كمان بتاخدوا نكهة كتير طيبة. أنا ضفت لها هون معلقة ليا. من بعد ما ذابت عندي شوي اللية، بحتاج لكيلو بامية. طبعا البامية أنا عندي مفرزة. بنهدي عليها النار لحتى تتقلى وتاخد لون حلو. بنحتاج نص كيلو لحمة مدهنة وبنقليها كتير منيح. من بعد ما تقلت عندي كتير منيح، أضيف لها مقدار معلقة توم مهروس، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهار. أنا ما ضفت لها زيت أو سمنة لأن اللحمة اللي عندي مدهنة. إذا اللحمة اللي عندكم ما لها مدهنة فيكم تضيفوا لها سمنة أو زيت حسب الرغبة. من بعد ما تقلت عندي، بضيف لها مية بندورة اللي حضرناها مسبقا، وبضيف لها كوبين مي. بضيف لها معلقة دبس بندورة. بنغطي عليها ونتركها على نار هادية مدة 10 دقايق. من بعد ما غلت عندي 10 دقايق، بضيف لها البامية، وبضيف لها ربع معلقة صغيرة سكر لتعديل النكهة. بغطي عليهم وبتركهم مدة 10 دقايق على نار هادية. استوت عندي البامية وصارت جاهزة للتقديم.
وصفتنا صارت جاهزة، بيتقدم معاها رز، عن جد كتير طيبة، بتمنى تجربوها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.